السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة فوكسي سبورت. اليوم غنحاولوا نديروا دورة الأخبار المونديال، كذلك حصيلة اللقاءات الدور الأول وكل المستجدات ديال كأس العالم. نبداو بالسجل التهديفي الجولة الأولى ديال كأس العالم. فالجولة الأولى شهدت تسجيل 75 هدف في خلال 24 مقابلة بمعدل 3.12، فهو أكبر معدل من سنة 1958، السنة اللي كانت تسجل فيها بمعدل 3.63. فهاد الجولة الأولى كانت مقابلة واحدة اللي مقابلة سلبية، هي المقابلة اللي جمعت ما بين كاب فيردي وإسبانيا وانتهت ب0-0. خلال الجولة الأولى ديال كأس العالم فست اللاعبين قدروا يسجلوا هدفين اللي هما كل من هاري كين، كاي هافرت، كيليان مبابي، كذلك النرويجي إيريك هالاند، والتونسي السويدي الجنسية العياري، وكذلك كولارين بالوغو لاعب ديال المنتخب الأمريكي. هادو السد اللاعبين اللي قدروا يسجلوا هدفين. كذلك شفنا بأن البرغوث الأرجنتيني البولغا قدر يسجل 3 الأهداف هاتريك، هو أول هاتريك ليه في كأس العالم في مشاركته السادسة. شفنا بأن اللقاء ديال كرواتيا مع المنتخب الإنجليزي فهو كان من أحسن اللقاءات في كأس العالم. شفنا المتعة الكروية، شفنا أهداف، شفنا تنافس وندية طيلة 60 دقيقة الأولى. كان أحد أبرز اللقاءات ديال الدور الأول. هاري كين توج بلقب الهداف ديال مونديال 2018 برصيد 6 الأهداف، وكذلك سجل هدفين في مونديال 2022 وهدفين في اللقاء ديالو الاول مع كرواتيا، وبالتالي وصل لعدد الاهداف ديال 10 ليلتحق باسطوره الانجليزيه غاري لينكر الذي سجلت كذلك 10 الاهداف. كانت ناوب على التسجيل ديالها في مونديال 86 سجل 6 الاهداف، وكذلك في مونديال 94 فهو سجل 4 الاهداف، وبالتالي كيصبح هاري كين متعادل مع غاري لينكر كاكثر مسجل انجليزي بالمونديال. كذلك الفرنسي كيليان مبابي فهو قدر يسجل الهدف 14 ليه في كأس العالم، وبالتالي كيصبح الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي بكأس العالم، متجاوزا جون فونتين اللي سجل 13 هدف في دورة واحدة لكأس العالم. أصبح كذلك كيليان مبابي الهداف التاريخي المنتخب الفرنسي بتسجيله 150 هدف، متجاوزا بذلك جيرو. ميسي كذلك بالتسجيل ديالو ديال الهاتريك فانه استطاع يتعادل مع ميروسلاف كلوزا كالهداف التاريخي لكأس العالم ب 18 هدف، وبالتالي فالمنافسه اصبحت على اشدها بين كيليان مبابي كذلك ليونيل ميسي. كيليان مبابي عنده 14 هدف، ليونيل ميسي عنده 18 هدف، باقي غيسجلوا في هذا المونديال. باقي غنشوفوا منافسه شرسه، واكيد ان الهداف التاريخي لكأس العالم غادي يكون في هذه الدوره. ميسي قد يتزوج ميروسلاف كلوزا. في هاد الدوره الاولى كاين واحد العدد ديال المنتخبات اللي ما قدرتش تسجل، فهي منتخبات جنوب افريقيا اللي خسرت 2-0 مع المكسيك، كذلك هايتي اللي خسرت مع اسكتلندا 1-0، الراس الاخضر، اسبانيا، تركيا، الجزائر، وكذلك بنما. هذه المنتخبات ما قدرتش تسجل في الجوله الاولى ديال كاس العالم. المنتخبات اللي استطاعت تحصل اول نقطه لها في كاس العالم قطر تعادلت مع سويسرا، اول تعادل قطر في كاس العالم. قطر اللي في 2022 كانت خسرت 3 الماتشات ديالها. كذلك كونغو ار دي سي او جمهوريه الكونغو اللي كانت سابقا شاركت باسم الزاير في 1974 وكانت ما تحصلت على حتى شي نقطه، فهي قدرت امام البرتغال من تحصيل اول نقطه لها في كاس العالم. كذلك فريق الراس الاخضر فهو استطاع يحصل اول نقطه ليه في كاس العالم. هذه الجوله الاولى كتشهد مشاركه اول مره لبعض الفرق كوراساو وكذلك الاردن واوزباكستان، فهي اول مشاركه لهم في منافسات كاس العالم. فريق الراس الاخضر ما قدرش يسجل اول هدف ديالو في كاس العالم، ولكن قدر ياخذ اول نقطه ديالو في كاس العالم. المنتخب الجزائري حقق رقم قياسي، هو انه المنتخب الوحيد خلال الجوله الاولى اللي ما قدر يسدد تسديده مؤطره خلال اللقاء خلال 90 دقيقه كونتر المنتخب الارجنتيني. نتائج المنتخبات الافريقيه في الجوله الاولى ديال كاس العالم، ف عندنا 10 المنتخبات، وبالتالي ف
4 ديال الهزائم، 4 ديال التعادلات وفوزين. 4 ديال التعادلات كانت كل من المنتخب المغربي، كذلك المنتخب المصري، منتخب الكونغو، ومنتخب الرأس الأخضر. المنتخبات الأربعة اللي خسروا فهما منتخبات السنغال والجزائر، منتخب تونس كذلك، ومنتخب جنوب افريقيا. هذوما 4 ديال المنتخبات اللي خسروا. كذلك كان عندنا تعادلين، فهما تعادل المنتخب المغربي مع نظري البرازيلي ب1-1، وكذلك تعادل المنتخب المصري مع منتخب بلجيكا ب1-1. هذوما العشرة النتائج ديال الفرق الافريقيه المشاركه في كاس العالم. غانا قدرت تعادل الرقم ديال نيجيريا، وهو الفوز السادس لها في كاس العالم، فبالتالي فالفوز ديالها على بنما خلاها انها تتعادل مع المنتخب النيجيري ب6 انتصارات لكل الفريق، والمنتخب المغربي كيحتل المركز الثاني ب5 انتصارات في كاس العالم. المنتخب الغاني قد يخطف الفوز على المنتخب البنمي. كنعرفوا بانه كيقودوا المدرب كارلوس كيروس قاد في 3 مناسبات، قاد منتخب ايران، وكنعرفوا التحفظ ديالو. هذا اللقاء ديالو مع بنما اللي قدر يخطف فيه نقطه الفوز هو كيفكرنا باللقاء الافتتاحي للمنتخب المغربي كونتر المنتخب الايراني. فكان المنتخب المغربي سيطر طولا وعرضا على اللقاء، ولكن منتخب ايران قدر يخطف الفوز في اخر الدقائق عن طريق هدف عكسي ديال بوحدوز. كذلك فالمنتخب الغاني كان متحفظ طيله اللقاء وكان كيسوبي اللاعب، وفي اخر لحظه ديال اللقاء في الثواني الاخيره استطاع يسجل هدف الفوز، وبالتالي خطف الانتصار ديالو في كاس العالم. كارلوس كيروس عودنا على هذا النوع ديال اسلوب اللاعب المتحفظ واللي تيتحين اي فرصه باش يخرج بالنقاط الثلاث. اللاعبين الوحيدين اللي قدروا يسجلوا مور الدقه 90 هما اللاعب ديال فريق ديال منتخب كوت ديفوار وفريق مانشستر يونايتد اماد ديالو اللي قدر يسجل مور الدقه 90. كذلك لاعب منتخب الغاني اللاعب يرينكي اللي قدر يسجل في الدقه 90 من المباراه اللي جمعتهم بمنتخب بنما. اللاعب ويسا لاعب نيوكاسل يونايتد استطاع يسجل اول هدف للمنتخب الكونغو في كاس العالم، وبالتالي فهو حدث تاريخي في الكونغو. الشيء اللي جعل الحكومه الكونغو انها تعطيه جائزه، وهي شقه ب3 طوابق كهديه على التسجيل ديالو ديال اول هدف الكونغو في التاريخ ديالها في كاس العالم. ويسا اللي كنعرفوه ما شاركش في كاس افريقيا للاصابه، وفضل انه يبقى مع فريق نيوكاسل يونايتد كيقدم مستويات باهره بالدوري الانجليزي. لاعب فريق باريس سان جيرمان فيتينيا قدر يدير واحد الرقم قياسي اللي هو 128 تمريره، 121 تمريره صحيحه من اصل 128، وبالتالي فنسبه نجاح كتوصل ل 95%، النسبه اللي هي خارقه، نسبه كتبين مدى جوده اللاعب فيتينيا ومدى امكانيات ديالو في التمرير وصحه لي باس، وبالتالي فهو كيتعتبر من احسن اوسط الميدان في العالم باسره. كريستيانو رونالدو كيصبح اكثر لاعب سنا مشاركه في كاس العالم، اكثر لاعب ماشي حارس مرمى، اكثر لاعب من العشرة اللي كيشاركوا في وسط في الميدان. كذلك فهو اكثر لاعب عمرا كيشارك كاساسي، لان روجي ميلا كان شارك في 94 في سن 42 سنه، ولكن جاء من بنك البدلاء، وبالتالي فاللاعب كريستيانو رونالدو كيصبح اكبر لاعب مشاركه في كاس العالم ب 41 عام و132 يوما. التشكيله المثاليه ديال كاس افريقيا شهدت تواجد الموهبه ايوب بوعدي في وسط الميدان، كذلك شهدت تواجد افريقي عن طريق كل من فوزينها الحارس ديال كاب فيردي، كذلك وان بيساكا من منتخب الكونغو كظهير ايمن. التشكيله شهدت تواجد فوزينا كحارس مرمى، وان بيساكا اللاعب السابق لفريق مانشستر يونايتد كظهير ايمن، فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول كقلب دفاع، الى جانب اوباميكانو لاعب بايرن ميونخ كقلب دفاع. في الجانب الايسر لاعب مانشستر سيتي اوريلي لاعب المنتخب الانجليزي. كذلك وسط الميدان شهد تواجد ايوب بوعدي وانيس العياري لاعب تونسي الاصل سويدي الجنسيه، امامهم لاعب بايرن ميونخ اوليسي. في الهجوم تواجد كل من الاسطوره ميسي صاحب 3 اهداف، وفي الجانب الايسر اللاعب مبابي مسجل ثنائيه ضد منتخب السنغال،
وفي قلب الهجوم تواجد اللاعب هاري كين اللي سجل هدفين. شفنا عدم تواجد إيريك هالاند، فهاري كين تغلب على هالاند في رأس الحربة ديال التشكيلة المثالية ديال الدورة الأولى. منتخبات اللي حققت أول نقطة لها في كأس العالم، فمنتخب قطر حقق أول نقطة ضد المنتخب السويسري، كذلك منتخب الرأس الأخضر فهو حقق أول نقطة له في كأس العالم ضد منتخب الإسبانيا، كذلك منتخب كندا فتمكن من تحقيق أول نقطة له لأنه ما كان حقق حتى نقطة في المشاركات السابقة له ضد منتخب البوسنة. صحيفة الأس كتأكد بأن اللاعب بوعدي أصبح محط أنظار فريق ريال مدريد، اللي صيفط الكشافة ديالو أنهم يراقبوا اللاعب هو في أجندة الفريق لتعزيزه الموسم القادم. لاعب فؤاد الزهواني لاعب فريق توارقة فهو انتقل لفريق أجاكس أمستردام بعقد لمدة 4 سنوات. فؤاد الزهواني فهو شارك مع منتخب الأولمبي تحت 23 سنة بكأس العالم في الشيلي وحققه مع المدرب محمد وهبي. نتمنى الحظ ومستقبل مشرق اللاعب فؤاد الزهواني. المغرب كيصعد للمركز السادس على حساب منتخب البرتغال. المنتخب البرتغالي تعادل مع الكونغو، بالتالي فقد 2 مراكز في الترتيب العالمي اللي خداه كل من المنتخب البرازيلي اللي اصبح سادسا، اللي اصبح خامسا، والمنتخب المغربي اللي اصبح سادسا، وبالتالي في المنتخب المغربي قريب من تحقيق المركز الخامس في حاله تعثر المنتخب البرازيلي في اللقاءين القادمين. شفنا بان المدرب إيرفي رونار اصبح المدرب الجديد للمنتخب التونسي عوض صبري العموشي بعد الهزيمه الثقيله للمنتخب التونسي ب5-1، وبالتالي فإيرفي رونار كان له تصريح الصحف الفرنسيه لاحد الصحف الفرنسيه انه ان لو روغري ديالو او لا الحاجه اللي كندم عليها بزاف فهي ترك المنتخب المغربي والانتقال للمنتخب السعودي. فهو قال بانه كان تعلق بالمنتخب المغربي وكان باغي يكمل الرحله ديالو مع المنتخب المغربي، ولكن للاسف دار قرار خاطئ في المسيره ديالو بالتنقل من المنتخب المغربي للمنتخب السعودي، وبالتالي عدم اكمال الرحله اللي قادت وليد الركراكي لرابع العالم وكذلك الفوز بكاس افريقيا والان الظهور الكبير للمنتخب المغربي في كاس العالم. Oh, je me rappelle avoir lu des reproches envers toi pour avoir eu du mal à choisir ton camp entre le Maroc et l'équipe de France lors du mondial en 2022 au Qatar. Non, je l'avais choisi, mon camp. Ah, j'ai été franc. Comment est-ce que tu motives ton choix? Bon, c'est simple. J'ai vécu une aventure de 3 ans et demi avec 70% des joueurs qui étaient dans cette équipe et qui sont allés en demi-finale de la Coupe du Monde sous les ordres de Walid Regragui. J'étais tellement heureux pour eux. Ah, j'y étais. En plus, j'ai vu les matchs en live à Doha et le public marocain, c'est un public, mais c'est Exceptionnel. c'est exceptionnel. On a joué une Coupe du Monde en Russie. Il y avait 40 000 spectateurs pour le match contre le Portugal. Mais 40 000 Marocains qui venaient à travers de tout le monde et vous l'avez vu, cette ferveur à la CAN, c'est un public de passionnés comme il y en a dans certains pays dans le monde, mais le Maroc fait partie il y a cette passion pour le football, elle est excessive positivement, parfois négativement, mais c'est un pays exceptionnel. Et moi, c'est la raison, parce que j'ai connu Monsieur Legja qui avait été nommé depuis 1 an et demi quand je suis arrivé et qui a fait grandir ce pays pour revenir pratiquement aujourd'hui au top du football mondial. Ils sont 8e au classement FIFA, mais voilà. Donc moi j'ai une partie de mon cœur qui est là-bas. J'ai pas peur de le dire. Donc à chaque fois que je vais au Maroc et que je rencontre un Marocain à travers le monde, parce qu'ils sont partout, on me dit à chaque fois la même chose. Donc ça me touche profondément. Voilà, c'est tout. Moi, je suis quelqu'un d'entier. Je ne vais pas faire semblant. Voilà, je soutenais le Maroc parce que c'était dans mon cœur. Quand j'entends ton amour pour le Maroc et l'intensité de la relation, est-ce que c'est la rupture qui t'a fait le plus mal dans ton histoire du foot? Je vais répondre différemment. J'aurais jamais dû partir. Oh. J'avais un contrat jusqu'en 2022 au Maroc. Je suis parti en 2019. Donc, je pense que dans ma réponse, tout est dit et j'en dirai pas plus. Voilà, j'aurais pas dû partir.
mais ça fait partie des erreurs qu'on peut faire dans une carrière. Et quand on voit la suite, bah c'est une erreur. كنشكركم بزاف على متابعه الحلقه، ما تنساوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب، ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقات القادمه. تهلاو ليا في راسكم.